السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب مصر الثاني بيلعب كورة أحسن من منتخب مصر الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة فاز منتخب مصر الثاني على منتخب تونس بهدف لا شيء أحرزه نجم النادي الأهلي محمد مجدي قفشة من تصويبة صاروخية بعد صناعة مروان حمدي. هو الفكرة مش في الهدف اللي احنا جبناه، وفكرة ان انت فزت على منتخب تونس في مباراة ودية وبلعيبة محلية ولعيبة برضو محترفة في الدوريات العربية. منه اكتر ان انت النهارده كنت بتتفرج على منتخب مصر وانت مستمتع شويه في كوره، في حلاوه. الناس بتلعب كوره على الارض، الناس بتوصل بالتمريرات، في تصويبات، في حاجات كتيره حصلت النهارده مع منتخب مصر الثاني. تخليك تحس ان انت بتتفرج على كوره وفي كوره حلوه في مصر. طبعا بعكس العك الكروي اللي حصل امبارح في مباراه مصر واثيوبيا اللي انتهت بفوز مصر 2-0 بضربتي جزاء محمد صلاح وعمر مرموش، واللي سبب فيهم برضو نجوم النادي الاهلي محمود حسن تريزيجيه واحمد مصطفى زيزو. طبعا احنا بنتكلم في كده ان ما ينفعش يبقى عندنا نجوم كبيره جدا في منتخب مصر الاول زي محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو، لعيبه يعني بالملايين. لعيبه بالملايين، يعني ايه يبقى معانا لعيبه بالملايين ومش عارفين نجيب جون ملعوب؟ يعني ايه مش عارفين نباصه باصتين ونقدر نطلع بكوره من تحت لحد ما ننهي الهجمه؟ رساله اخيره لمنتخب مصر الاول ولاعيبه منتخب مصر المحترفين والكابتن حسام حسن. يا ريت ترجعوا لنا الشغف تاني ان احنا نتفرج على الفرقه وعلى المنتخب. الكوره للجماهير، يعني الكوره مش مكسب ان انا اروح اجيب جون وخلاص وكده، لا الكوره بنتفرج عليها علشان نستمتع، يعني نشوف تمريره باصه هات وخد كده، شوطه من بره. عايزين نحس الاحساس ده تاني، عايزين نحس ان احنا عندنا منتخب بيقدر يلعب كوره على الارض تحت ضغط. معانا امكانيات كتيره، معانا نجوم كتيره، معانا كل لاعب نجم في فرقته. معانا نجم ليفربول احسن لاعب في العالم محمد صلاح، معانا نجم السيتي، معانا نجم نانت فرنسي، معانا نجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك ونجوم نادي المصري وبيراميدز وكل النجوم اللي موجوده معانا. يا ريت نوظف النجوميه ديت لصالح المنتخب ولصالح الشعب المصري. شكرا، ويا ريت الرساله تكون وصلت، وان شاء الله نشوف مباراه جيده من منتخب مصر في المباراه القادمه قدام بوركينا فاسو، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها الفوز لمنتخب مصر، وان احنا نحقق الوصول لكاس العالم بامريكا في الصيف القادم ان شاء الله.